إحسان الجزائرلي، مزة السينما المصرية الأولى. عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، ناكل قر ونشبع زن وقلع عينينا يا عيني علينا. العمر كله عرق ودموع وشبع أو جوع وغنى وحرمان. ده واحد من أجمل مونولوجات إسماعيل ياسين، اللي ليه شوية مونولوجات عجب. بس الحقيقة المونولوج ده تحديدا واللي كتبه أبو السعود الإبياري يمس كتير من الفنانين اللي عاشوا حياتهم بالطول والعرض، يبسطوا الناس ويضحكوهم وفي الآخر يتبصلهم بدونية. لو بصيت على تاريخ السينما المصرية هتلاقيها بدأت بشكل ناطق في الثلاثينات، وكان ما بين الفنانين اللي انطلقوا في عالم السينما الجديد الفنان فوزي الجزائرلي، واللي قدم سلسلة مش بطالة من الأفلام خلال الثلاثينات والأربعينات. الجزائرلي كان عنده 3 أولاد، فؤاد وجميلة وإحسان، وكانوا بيشاركوه في الأفلام اللي بيقدمها حتى من أيام السينما الصامتة. لكن مع السينما الناطقة فؤاد وإحسان كملوا معاه، وجميلة اتجوزت واعتزلت. خلي بالك فؤاد الجزائرلي ده حدوتة كبيرة قوي، يمكن علشان هو بعيد عننا زمنيا وأساليب التوثيق كانت بدائية وضعيفة، فما وصلناش كل إنتاجاته السينمائية والمسرحية. لكن توثيق أعماله في المجلات والجرايد موجود بين إيدينا لحد دلوقتي. لك أن تتخيل مثلا إن الراجل ده هو اللي اكتشف إسماعيل ياسين سينمائيا، وكان السبب في أول ظهور سينمائي ليه في فيلم خلف الحبايب. ومش كده وبس، فوزي الجزائرلي كان أول واحد إدى الفرصة لمحمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال إنه يغني معاه في فرقته، وكان بيغني بين فصول المسرحيات اللي كان بيقدمها. تعال نرجع مع بعض شوية ونشوف تاريخ الأسرة الجميلة دي قبل ما يدخلوا السينما. فوزي الجزائرلي بالأساس ممثل مسرحي، كان بيمثل مع مراته وولاده مسرحيات شكسبير. أيوة، زي ما سمعت كده، مسرحيات شكسبير. وكان بيقدم المسرح بتاعه بشكل متجول في المديريات، واللي هي اتحولت بعد كده للمحافظات. اللي يهمنا في القصة دي بنته إحسان، واللي اتولدت في حضن المسرح زي ما بيقولوا. كانت بتشوف أبوها وأمها بيمثلوا مسرحياتهم، لدرجة إنها بدأت تشاركهم من وقت ما كانت طفلة لحد لما كبرت وبقت تقدم البطولة النسائية قدام أبوها. وفي مرة من المرات قررت الأسرة إنها تقدم مسرحية عطيل في مديرية من المديريات، وفعلا جهزوا اللبس بتاع المسرحية وركبوا المركب، لأنه ما كانش معاهم حق تذاكر القطر. واتفقوا مع مسؤول كبير في المديرية إنهم يقدموا مسرحية عنده. الراجل رحب جدا وقال لهم هاخد منكم كل التذاكر وأنا هبيعها لكم. الجزائرلي طبعا فرح هو وولاده، وبقى كل يوم يجي الراجل ياخد منهم التذاكر ويقول لهم هحاسبكم في الآخر. وفي ليلة العرض اتبنى جنب المسرح غرزة، فطبعا البوليس جه وخدهم كلهم على الاسم. بيقول الكاتب مؤمن المحمدي في كتابه ملح السينما إن الجزائرلي فهم اللعبة وعرف إن المسؤول ده عمل عليهم فصل بايخ، بالبلدي كده نصب عليهم. وبعد محاولات كتير الشرطة أفرجت عنهم ورجعوا المركب وهم بلبس الشخصيات اللي كانوا هيأدوها في المسرحية. بيحكي فؤاد الجزائرلي أخو إحسان إنه مش هيقدر ينسى مشهد رجوع أبوه وهو لابس لبس شخصية عطيل، وأخته لابسة قميص نوم بتاع ديدمونة وبتمسح دموعها بالمنديل من القهرة. هنا هنقف شوية مع إحسان، واللي انطلقت في السينما سنة 34 بفيلم المندوبان، لما شافها المنتج والمخرج توجو مزراحي وجابها تمثل معاه قدام شالوم، واللي كان نجم سينمائي وقتها لدرجة إنه أول فنان تتسمى أفلامه على اسمه، وبعده على طول إسماعيل ياسين. وكان أجر إحسان وأبوها في الفيلم ده 8 جنيه. إحسان لفتت الأنظار ليها جدا رغم إنها كانت تختوخة شوية، لكن طبعا بمعايير الجمال كانت من الجميلات وقتها. وشارك أبوها في الفيلم بشخصية المعلم بحبح، لكن الغريب إن إحسان في الفيلم ده طلعت دور أم أحمد مرات المعلم بحبح، علشان يكون فوزي الجزائرلي وبنته إحسان أول ثنائي في السينما المصرية. ورغم إنها بنته في الحقيقة، لكن إحسان اتعرفت عنده الجمهور بأم أحمد مرات المعلم بحبح، لدرجة إن كل الأفلام اللي قدمتها كانت بتمثل نفس الشخصية، شخصية أم أحمد، ما عدا طبعا فيلم البحار كان اسمها أم محمود. طب اشمعنى الفيلم ده؟ الله أعلم.
بعد نجاح فيلم البحار واللي كان برضه من إخراج توجو مزراحي، واحدة من المجلات عملت حوار مع إحسان الجزيرلي وسألتها في كل حاجة عن حياتها وفنها وأفلامها حتى عن تخنها. إحسان بتقول إنها حاولت كتير إنها تخس علشان تبقى ممثلة في السينما حتى لو بالعافية، وقعدت شهرين تمشي من كامب شيزار لحد ستانلي على رجليها وبرضه ما خستش ولا كيلو واحد. بتقول إحسان إن أكتر حاجة مضايقاها إن في واحد من الأفلام اللي قدمتها مع والدها فوزي الجزيرلي كان لازم تضربه بالجزمة، الدور كان عاوز كده، وده طبعا ضايقها جدا. صحيح الجمهور عارف إن المعلم بحبح جوزها، لكن هي ما كانتش تحب تعمل كده مع والدها. مش بس كده، إحسان كانت متضايقة جدا من فكرة إن الجمهور شايفها أم أحمد الشلق، الست أم عباية لف، وما يعرفوش إنها بنت ناس ومودرن، بتصحى الصبح كل يوم علشان تصلي الفجر وتقعد في البانيو برنسيسة، تاخد الدش البارد بتاعها وبعدها تشرب الشاي زي ولاد الزوات. طيب احنا ليه بدأنا كلامنا بإن إحسان الجزيرلي هي أول مزة في السينما المصرية؟ أقول لك أنا، في فيلم الباش مقاول اللي كان سنة 40، المفروض إن أم أحمد وبحبح البحبحاوي، هو اسمه كده في الفيلم، المفروض إن هما بيحبوا بعض، بس هي كانت عاوزاه يغير عليها أو كانت يعني بتغيظه، فجه واحد قعد جنبها وفضل يغازل فيها ويعاكسها قدامه وقال لها كده بالحرف: يا روحي يا مزة. طبعا الكلمة غريبة على الزمن ده، يمكن احنا معرفناهاش إلا مثلا من 20 أو 25 سنة، لكن العجيبة إن الكلمة قديمة فعلا، والأعجب إنها كانت بتتوظف نفس التوظيف الحالي بتاعها، ومش معروف هل كان لفظ متداول وقتها ولا لأ، لكن الأكيد إن كلمة مزة دي اتقالت مرة واحدة في فيلم من أفلام إسماعيل ياسين، وبكده تكون إحسان الجزيرلي هي صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمصطلح مزة. إحسان كانت مبهرة للجمهور المصري اللي كان بيشوف أفلامها ومسرحياتها باستمرار، ومش بس الجمهور المصري، ده تقريبا مجلات وجرايد العالم العربي كلها كانت بتتكلم عن أم أحمد، لدرجة إن تترات الأفلام والأفيشات ما كانوش بيكتبوا عليها إحسان الجزيرلي، لأ، كانوا بيكتبوا بطولة أم أحمد. ورغم كل النجاح ده وحب الجمهور والشهرة اللي وصلت لها في مصر كلها، لكن ده ما يمنعش إن كل شخص ليه جانب سيء، وإحسان كانت غيورة جدا على المكانة اللي وصلت لها، زيها زي أي حد بيوصل لمكانة كبيرة بمجهوده وعرقه وتعبه. إحسان تعبت بشكل مفاجئ، ويقال إنها وقعت على المسرح بسبب وزنها الزيادة، وطلب منها الدكتور راحة 3 شهور، وبالتالي كان لازم حد ينقذ الموقف. هنا ظهرت الممثلة الصاعدة ماري سليم حبيب نصر الله، واللي اتعرفت بعد كده باسم ماري منيب. ماري كانت ممثلة تانية أو تالتة في الفرقة مع إحسان، لكن إحسان كانت هي النجمة الأولى وبطلة العروض كلها، بس لما وقعت على المسرح قرروا في الفرقة يجيبوها علشان تقدم دور إحسان، وحصل اللي أم أحمد كانت خايفة منه. ماري تألقت بشكل مرعب لدرجة إنها هددت عرش إحسان نفسها. طبعا الغيرة هنا ظهرت وبانت على إحسان، وفضلت تقرف في ماري منيب لحد ما سابت لهم الفرقة ومشيت، وبعدها انطلقت ماري منيب في فرق تانية زي فرقة يوسف وهبي والريحاني وعلي الكسار لحد لما مسكت في طريق السينما. إحسان نصيبها في السينما مش كبير، يمكن تقريبا 15 فيلم، لكن منهم أفلام كتيرة نجحت، وده اللي خلى ليها اسم كبير مع فوزي الجزيرلي، لكن مش معروف عدد المسرحيات اللي قدمتها مع فرقة والدها في الفترة دي. ورغم تألق إحسان في السينما، لكن القدر ما أمهلهاش إنها تكمل مسيرتها الفنية، لأن في سنة 43 أصيبت بالتيفود ورحلت عن عالمنا، وده اللي سبب صدمة كبيرة لوالدها فوزي الجزيرلي، اللي بيقرر من اللحظة دي إنه يعتزل الفن نهائيا ويعيش وحيد لحد ما بيلحقها بعدها ب4 سنين بعد مسيرة ملهمة في السينما والمسرح. بعد وفاة إحسان وفوزي ما بيفضلش غير فؤاد الجزيرلي، واللي أول ما بيظهر التلفزيون بيسافر على روسيا علشان يتعلم هناك الإخراج التلفزيوني، وبعدها بيرجع فؤاد يحط كل خبراته اللي اتعلمها من والده وأخته في تأسيس مسرح التلفزيون، واللي بيكون سبب بعد كده في تأسيس فرقة الفنانين المتحدين اللي طلعت نجوم كبار زي عبد المنعم مدبولي وأحمد زكي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتفعل علامة الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة.